حادثة مأساوية في الصويرة. وفاة 3 شبان في ظروف غامضة. أثارت حادثة وفاة 3 شبان في مدينة الصويرة، بينهم فتاتان، حالة من الصدمة والحزن في المدينة. وقد وقعت الحادثة في ظروف غامضة، حيث تم العثور على الضحايا داخل شقة، فيما تم نقل شاب رابع إلى المستشفى في حالة حرجة. تحقيقات جارية لتحديد الأسباب. فتحت السلطات المحلية تحقيقاً معمقاً للكشف عن ملابسات هذه الحادثة المأساوية وتحديد أسباب الوفاة. وقد تم نقل جثث الضحايا ال3 إلى مستودع الأموات لإجراء التشريح الطبي، في حين يخضع الشاب المصاب للعناية الطبية المكثفة. ترجيحات حول تسرب غاز سام. تشير بعض المصادر إلى أن سبب الوفاة قد يكون مرتبطاً بتسرب غاز أحادي أكسيد الكربون، وهو غاز سام لا لون له ولا رائحة، ويمكن أن يتسبب في الاختناق والموت إذا تم استنشاقه بكميات كبيرة. دعوة إلى التحلي بالصبر وانتظار نتائج التحقيق. دعت السلطات المواطنين إلى التحلي بالصبر وانتظار نتائج التحقيق الرسمي، الذي من شأنه أن يكشف الحقيقة كاملة حول هذه الحادثة المؤلمة. كما ناشدت وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، وتجنب نشر الشائعات والإشاعات التي من شأنها أن تزيد من حالة الارتباك والقلق. نصائح للوقاية من حوادث مشابهة. في ظل هذه الحادثة المؤسفة، تتجدد الدعوات إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. ومن بين هذه الاحتياطات، فحص دوري للأجهزة التي تعمل بالغاز للتأكد من خلوها من أي تسربات. تهوية المساكن بشكل جيد، خاصة في فصل الشتاء، حيث يتم إغلاق النوافذ والأبواب. تركيب أجهزة كشف الغاز في المنازل التي تحتوي على أجهزة تعمل بالغاز. ختاماً، فإن هذه الحادثة المؤسفة تذكرنا بضرورة الالتزام بمعايير السلامة والوقاية، وتدعونا إلى التضامن مع أسر الضحايا وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم في هذه الظروف الصعبة. ملاحظة: يمكن إضافة المزيد